انا مش مصدق المستوى اللي احنا وصلنا له في لعبة كرة اليد. صدق او لا تصدق، على مدار 25 مباراة متتالية في كأس افريقيا لكرة اليد، منتخب مصر ما بيتعرضش لأي خسارة في أي مباراة. صدق او لا تصدق، منتخب مصر بيفوز ببطولة كأس افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، وكمان بيحقق اللقب للمرة الرابعة على التوالي بداية من 2020. صدق او لا تصدق، مصر بقت من عمالقة اللعبة على مستوى افريقيا. مصر هي عملاقة للعبة، هي وتونس على طول. لكن منتخب مصر بيخلي الجمهور يطمع في طموحه، ويخلي الجمهور يتمنى ان منتخب مصر يحقق لقب كأس العالم في يوم من الايام. ده شيء طبيعي. ليه؟ علشان منظومة كرة اليد اللي بيديرها الدكتور حسن مصطفى بتشتغل بالنظام وبالعقل وبالفكر وبالمنطق، مش بتشتغل بشكل العصابات اللي بتدير كرة القدم هنا في مصر واللي المنظومة عليها. اتمنى ان احنا في لعبة كرة القدم نوصل لربع المستوى اللي احنا وصلنا له في لعبة كرة اليد في يوم من الايام، لو هم بيفهموا